السلام عليكم الإخوان، كيف الحال؟ كلشي مزيان؟ المهم، في هذا الفيديو غادي نهضر معكم على واحد السر بسيط ولكن قوي بزاف، واللي خلاني أنني نجيب تقييمات ديال 5 نجوم اللي هما الريفيو بواحد الشكل اللي شبه أوتوماتيكي من بعد أي عملية ديال البيع كتجيني، وبلا ما نبان أنني كنطلب ولا كنضغط على الزبون. بزاف ديال الناس كيبيعوا المنتجات الرقمية أو البي أو دي أو الفيزيكال، ولكن كيعانيو من مشكل واحد: الزبون كيشري ومن بعد كيختفي كيهبر. ما كاين لا تقييم لا رسالة لا فيدباك، وحتى إلا صيفطتي ليه رسالة كطيح في السبام وما كيشوفكش. وهذا الشيء كيأثر على الثقة في المتجر، نسبة التحويل، ترتيب المنتجات، وحتى المبيعات المستقبلية. السر اللي كنستعمل أنا: ما كنطلبش التقييم بطريقة مباشرة، كنخلي الزبون هو اللي يبغي يدير التقييم بوحدو. كيفاش؟ أنا كنصيفط واحد البونيس ولا اكسترا فايل داخل الطلب ديال الزبون. مثلا الا كنت كنبيع ديجيتال برودكت كنحط معاه واحد البي دي اف صغير كيف ما كتشوفوا في الصوره، منفصل وفيه رساله احترافيه. هاد البي دي اف كيكون الشكل ديالو انيق ومرتب، ومثلا نقدروا نديروا فيه واحد الميساج: شكرا بزاف على الشراء ديالك، عندي ليك واحد الهديه صغيره مجانيه خاصه بالزبناء ديولي. ومن بعد كنحط ليه اللينك ديريكت، هادي في حاله الا ما قراش الميساج. سينو ملي كيشري هو البرودكت راه كيلقى جوج ديال الفايل: الفايل ديال البرودكت والفايل ديال البونيس. الروابط اللي كنحط في هاد الاكسترا فايل كيكونوا عباره عن منتجات رقميه، باكات مجانيه فيهم تومبليت كانفا كولورين بوك. المهم اي بونيس عنده قيمه، ولكن بطريقه ذكيه كنقول ليه: الا عجبك المنتج والتعامل ديالنا ولا ديال الستور ديالنا، التقييم ديالك راه كيساعدني بزاف نكمل المحتوى والمنتجات افضل. يعني نعطي شي حاجه اللي كثر من هادشي. يعني ما كنجبرش الزبون يدير 5 ديال النجوم، ما كنقولش ليه عطيني تقييم دابا، كنخليه يحس ان التقييم جا بشكل طبيعي مقابل تجربه زوينه. والهديه راه هي كلشي، يعني الا كانت الهديه محترمه راه اوتوماتيكمون كيمشي وكيدير لك تقييم. وهنا راه كاين فرق كبير: الزبون اللي كيحس انك مهتم به بعد البيع كيولي عنده استعداد يدير تقييم، يقدر يرجع يشري، يقدر يثق في المتجر ديالك بسهوله. بالنسبه للناس اللي خدامين البي او دي او البرانش اون دوموند، حيت ميمكنش ليك تصيفط لهم برودكت فابور، تقدر دير واحد الكوبون ديال 5% ولا 10% على التخفيض، فهمتي، على الطلب اللي جاي زعما اللي من بعد. وتعطيه وتقترح عليه داك الاوفر مثلا في بي دي اف كيف ما كنديرو حنا نيت في الديجيتال. والاوفر خاص بالزبلاء اللي شراو من عندك، يعني ماشي اي واحد، ما كيكونش داك الكوبون كيستعمل اي واحد، فقط هذاك اللي شرا من عندك. مثلا تقدر ديرو داخل البي دي اف تكتب: استعمل هذا الكود وخذ تخفيض خاص بك. وهكا كتزيد واحد الفرص ديال الرجوع للشراء، وكتزيد فرص ديال التقييمات. ودابا أهم نقطة اللي خاصك تبعد عليها هي الرسائل المزعجة: سبام، بليز ليف مي ا 5 ستار. مثلا كتمشي عند واحد كتقول له خلي لي 5 النجوم، هادشي ما كتقبلوش ايتسي، سوا ايتسي سوا بزاف د المنصات اخرين. هادشي كيعتبروه هما بحال قلتي ضغط على الزبون، وكيقدروا يعتبروها بحال شكل ديال المانيبيولاسيون. اما الطريقه اللي شرحت لكم اليوم راه احترافيه وذكيه وكتبان طبيعيه بزاف، تقريبا كنقدر نجيب بها ما بين 2 حتى ل 10 ديال الريفيو في النهار، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الفاليو كبيره وحقيقيه للزبون. المهم، انا غادي نوريكم البرودكت اللي خدام عليه، البي دي اف اللي عندي كيف ما كتشوفوا سامبل بازيك، فيه 10 ديال لي ليان. الاول 1200 بيزنس اديتابل تابلت، الثاني 2000 بي ان جي ميجا باك فايل كوليكشن، كاين الثالث الرابع الخامس الفيرال البي ان جي. المهم كاع داكشي اللي انا ما عندي ما ندير به، ولا واخا نبيعو ما عنديش مشكل، فانا ديجا هادشي شريتو ونقدر نعطيه لهم كراتيس، فهمتيني. هنا كندير بلاصه اللوغو، هنا كاين هاديك فورد ريفيو، يعني هذا بحال قلتي الكادو ديال من بعد الريفيو. اوتوماتيكمون هو ملي كيشوف هادشي كامل غادي يدخل غايقول لك ثانك يو فيري ماتش. وهادشي اللي كنلقى ديما، كنلقى ميساج زوين في ايتسي ديما ديما ديما. المهم نتمنى انه الشرح يكون واضح، حيت كنظن انه شرح بسيط وسريع. هادشي اللي كاين، تحياتي.